لو هاجي أوس بيلدونج تمريض ينفع مثلًا آجي بمستوى A2 وبعد كده آجي أكمّل في ألمانيا B2؟ مين هيجيبك بمستوى A2؟ خلّيك برضه واقعي، دلوقتي العالم كلّه بيتنافس على فيزا الأوس بيلدونج ومقاعد الأوس بيلدونج، أنت و10 مثلًا مقدّمين على موقع واحد وصاحب عمل واحد وكلّكم مثلًا معاكم الB2 وواحد فيكم معاه مثلًا B1 أو A2، تفتكر مثلًا صاحب العمل هياخد اللي جاهز ومعاه شهادة لغة قوية ولغته كويسة والّا هيجيب واحد لسه يدرّسه اللغة ويعلّمه هنا؟ للأسف أنت في بلدك معاكش رفاهية الاختيار إن أنت مثلًا تقول لأ أنا مش هادرس غير لB1 بس أو لA2 بس وآجي أكمّل في ألمانيا، معاكش رفاهية الاختيار ديّة، إن التنافس على الفُرَص كبير جدًا، فأنت هات آخرك في اللغة، اوصل لحد B2، امسك شهادة لغة قوية، ضبّط الCV بتاعك وبعد كده ابقى قدّم، علشان على الأقل تعرف تلاقي فرصة بدون ما تدوخ، والفُرَص أصلًا حاليًا في الوقت الحالي مش كبيرة أوي وعليها تنافس كتير جدًا، فأنت ما تحصرش نَفْسك في حتّة معيّنة كده وتقول لأ هو ده آخري، لأ هات آخرك، اوصل لحد B2، عرفت تكمّل C1 كمان كمّل ما فيش مشكلة، كل ما بتعلى في اللغة كل ما فرصتك بقت كويسة، اللغة هي مفتاح دخولك البلد، لغة قوية مفتاح دخولك البلد، إتقانك للغة هو مفتاح بقائك في البلد، بالتوفيق إن شاء الله.